كل الناس مستنية مباراة الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز، المباراتين اللي هيحددوا مين اللي هيكون في نهائي كأس السوبر في الإمارات. مباريات نارية بكرة في الإمارات ورا بعض، هنتفرج على يوم ناري بكل معنى الكلمة، وعندنا كلام كتير جدا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم وحلقة جديدة مع وائل الإمام. ان شاء الله بكره هيكون مباراه في منتهى الاهميه للاهلي ويستروب مع سيراميكا، الفريق الكبير جدا السنه دي واللي اول الدوري، واللي هتكون مباراته مع الاهلي مباراه ناريه بكل معنى الكلمه. المستوى اللي بيقدمه الاهلي في الفترات الاخيره يخلي المباراه ما تقدرش تحكم بشكل كبير مين اللي هيقدر يكسب، ولكن دايما وابدا ودائما الاهلي هو المرشح الاول لاي مباراة على المستوى المحلي. وده اللي هنتكلم فيه النهارده، هو الاهلي ممكن يبقى ليه مرشح الاول، ولكن كمان قبل ما نخش في تفاصيل المباراة دي، عندنا مباراة في منتهى القوة بين الزمالك وسيراميكا، مباراة ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا لفرقة الزمالك إذا خسرها. وعلى فكرة ده وارد جدا. فريق بيراميدز السنة دي بعد مباراة الأهلي وفوزه عليه في الدوري 2-0 تحول تماما. الفريق في انسجام غير طبيعي، راح خد كسب في الانتر كونتيننتال مع أهلي جدة وسط الاستاد اللي مليان كله في الجوهرة، وعمل مباراة عظيمة جدا وماشي بانتصارات متتالية إذا كانت في أفريقيا أو في الدوري من وقت مباراة الأهلي حتى وقتنا هذا، مما يخليك تفكر هو ممكن يبقى ماتش الزمالك وبيراميدز لصالح بيراميدز للدرجة دي. ولكن في نقطة الناس ممكن تغفل عنها، وهي إن وجود الزمالك دايما في مع بيراميدز بيبقى فيه نوع من انواع كده، ما تعرفش يعني حته كده ان المباراه بتبقى مش منتهيه البيراميدز، بيبقى في هات وخد. فممكن الزمالك يعملها حتى مع غياب ابرز لاعبي اخوان بزيرة، ما تقدرش تحكم. ولكن بشكل كبير جدا بيراميدز بكره عنده فرصه كبيره جدا انه يصعد لنهائي السوبر مع الفائز من الاهلي وسيراميكا. نروح بقى لماتش سيراميكا. الاهلي بكره مش محتاجين منه غير ان يبقى عنده روح قلب. الروح بكره كفيله انك توديك في حته انت هتكون محتاجها جدا مع جماهيرك، حته انطلاقه جديده، شكل جديد، منظر جديد للفريق. احنا محتاجين مع الفوز اداء، محتاجين ان احنا يبقى شكلنا قوي في الملعب. القوة والأداء بتيجي مبدئيا كده من الروح. صباح الفل. يعني لازم يبقى عندك روح في الملعب، لازم تبقى بتجري كتير، لازم تبقى بتعمل عندك حماس في كل كورة، وتبقى في الالتحامات موجود، في الكورة التانية موجود، الكورة العالية بتاخدها. الحاجات اللي ممكن تخلي فريق ينتصر على فريق هي الحاجات دي، قبل ما تكون انت تكتيكيا او فنيا عالي. لو عندك الكلام ده وما عندكش التكتيك والفني عالي ممكن تكسب، ولكن لو ما عندكش الروح والحماس وانت اعلى فرقة في الدنيا، باحتمالات خساراتك بتبقى كبيرة جدا. بكرة هنلاعب فريق كبير، فريق هو الاول في الدوري. خلينا اقول لكم بعض الحاجات خاصة بسيراميكا عشان تعرف. سيراميكا تقريبا هو تاني اقوى دفاع في الدوري بعد مين بقى؟ علاء عبعال، وادراك من علاء عبعال وغزل المحله وال 18 لاعب ورا. انا عاوز اقول لكم ان سيراميكا جايب 15 جول وعليه خمسه ببلس 10 اهداف في الدوري. والدفاع يعني داخل فيه 5 اهداف. الدفاع اللي على طول بعد سيراميكا هيكون هو متساوي طبعا مع بيراميدز في عدد الاهداف اللي تلقاها، ولكن الدفاع على طول اللي بعده هو دفاع غزل المحله اللي جاب 7 وعليه 4. فانت بتتكلم في فريق بيعرف يقف دفاعيا كويس جدا، ولعب 12 مباراه جايب منهم 28 نقطه، اعلى من النادي الاهلي ب 26 نقطه، اعلى من النادي الاهلي ب3 نقاط. فاذا انت بتتكلم مع فريق كبير جدا السنه دي وفريق خطير. خلينا برضو نتكلم في حته تانية. هو سيراميكا المباريات اللي فاتت عمل ايه؟ يعني قبل ما يلعب الاهلي بكره كان كسبان بتروجيت 2-1 وهو مطرود منه لاعب، وكسبان كهربة الاسماعيليه 1-0، وكسبان طلائع الجيش 2-0، وكسبان حرس الحدود 3-0، واول تعادل قبليها كان مع الجونه 1-1، وقبليها كان كسبان 2-0 وخسر من الاهلي 1-0. فاذا اخر 3 مباريات مع الفريق انتصارات،
وده يخليك تقول ان الفريق ماشي كمان في الفترة الأخيرة بشكل كويس. يعني الفريق جاي لك وهو فايق، وهو فارد جناحاته، وهو اول الدوري. فالحاجات دي كلها بتدي ثقة مع المدير الفني بتاعه، اللي خلينا نقول بلغة الكرة غلس جدا، وهيلعب معاك ماتش اكيد رخم بكل معنى الكلمة. الاهلي بكرة هنتكلم على تشكيله في الاخر، بس محتاج بكرة اهم ميزة تبقى موجودة في النادي الاهلي بكرة هي الروح. غير كده يا جماعة صباح الفل. انا بقول لكم هون دلوقتي هيبقى صباح الفل وشكرا بقى، وتعالوا بقى نفور الفريق ده. لو ما كسبتش بكره، لا، ده الفريق كله يتفور بقى. ده انتوا عندكم مش ازمه عاديه، ده انتوا عندكم كارثه، ده انتوا عندكم بلوى، ده انتوا الواحد ما يتفرجش عليكم احسن بقى. فلازم تبقى فاهم بكره. وانا على فكره خليني اقول لكم من الناس اللي متفائل لان حاسس ان بكره هنشوف روح للفريق. حاسس ان الاهلي هيبقى شكله مختلف بكره، معرفش ليه عندي الاحساس ده، خلينا نتفرج. حاسس ان الاهلي هيبني عن الماتش اللي فات في حته معينه خاصه بالارتداد السريع واسترداد الكره السريع والضغط المستمر. فان شاء الله نشوف الكلام ده بكره. ولكن عندنا كمان تصريحات ايجابيه جدا. هو امام عاشور ممكن يبقى موجود، تخيل امام عاشور ممكن يبقى موجود ماتش بكره، ممكن يعني الاحتمال يكون ضعيف، ولكن ممكن جدا يكون موجود في النهائي. وممكن بكره لو ربنا كرم ياخد 10 دقايق ربع ساعه، الله اعلم، هنشوف يستروب. لان يستروب النهارده قال الكلام ده، قالوا ازاي؟ خليني اقول لكم يستروب قال ايه في حته امام عاشور. قال امام عاشور ومحمد شريف يتدربان بشكل قوي ولديهم رغبه كبيره في العوده للمباريات. اللاعبان تدربا بالامس مع الفريق وسيواصلان المشاركه في تدريب اليوم، وسوف نقوم بتقييم. حط دي بتقييم، يعني هيتفرج ويقيم، يعني عنده إمكانية أنه ممكن يختاره. بتقييم موقفهما جيدا، ونحن ننتظر ظهورهم مع الفريق قريبا. ادي تصريح مهم ليستروب. خلينا نشوف بقى امام عاشور نفسه قال ايه. قال الحمد لله على سلامتي، سعيد بالتواجد مع الفريق، وبقول له كل تأكيد سأكون داعما لهم وأتمنى لهم التوفيق في المباراتين. سعيد بمشاركتي في جزء بسيط من المران، هناك برنامج سأسير عليه قبل العودة للمشاركة. وشدد النادي لم يقصر معي على الإطلاق، وقال إن النادي كان متابعنا كويس. قال لك أتمنى أن ألعب المباريات المقبلة بالكامل، ولكن بعد فترة قصيرة سأتواجد في الملعب، وأشكر كل من كتب كلمة ولو بسيطة عني. فإذا إمام عاشور حتى بيتكلم عن إنه ممكن يبقى يعني ممكن يبقى موجود، مش لازم في ماتش بكرة، ممكن يبقى موجود في النهائي. الشناوي قال هدفنا الفوز بالبطولات تكون الأولى مع تروب والثالثة على التوالي. ومصطفى شوبير قال الأهلي دخل كل ده، بيخش كل بطولة وهدفه واحد فقط هو الفوز والتتويج. دي أبرز تصريحات لعيبة الأهلي والمدير الفني. خلينا نخش بقى في التشكيل. هو التشكيل بكرة ممكن يبقى عامل ازاي؟ فخلينا نتكلم بالعقل والمنطق ونقارن القصة بالمباريات اللي فاتت. الشناوي ما اعتقدش انه هيطلع من حتة الحراسة دي ابدا بكرة. محمد هاني باك يمين، ياسر ومرعي زي ما هم، وكوكا اتوقع هيكمل في الباك الشمال، لان لا يوجد قناعات بشكري اللي موجود اصلا، ما فيش غيره باك شمال وما بيلعبوش. الماتش اللي فات حتى ما لعبوش، ولما حب يعمل تغيير ساب كوكا في الملعب وطلع ديانج في تغيير غريبه جدا، وحط كوكا في الوسط وحط شكري شمال، وما فادوش كتير لما نزل. الحته بقى بعد عوده محمد علي بن رمضان هيعمل ايه؟ عندك ديانج ومروان. لما ديانج ومروان لعبوا الماتش اللي فات، معدلات الجري في وسط الملعب زادت عند لعيب الاهلي، وده خلى لعيبه الاهلي تقدر تاخد الكرة بسرعه جدا وتقدر ترتد بسرعه جدا. فهل ممكن يحتاجهم في ماتش بكره؟ بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا. ممكن جدا تلاقي الاتنين في الملعب. وممكن حاجه تانية هيكون تالتهم محمد علي برمضان طبعا. وممكن حاجه تانية، ممكن يختار واحد فيهم يخش برمضان وتريزيجيه. بس لو عمل كده هيضطر هو كان حاطط زيزو الماتش اللي فات في نص الملعب، هيضطر ان هو ما يحاولش يغير في الوينجات، هيحط زيزو يمين وبن شرقي شمال، لان ما فيش حل تاني عنده غير كده. او هيحط زيزو في نص الملعب ويحط تريزيجيه شمال، ويشوف بقى طاهر تاني تلاقيه في الملعب وينج يمين. ودي هتبقى مع جراديشار راس حرب. الحته دي هي اللي محدش لسه متاكد منها، بس احساسي الشخصي انه هيخلي مروان
ديانج موجودين يكملوا، محمد علي برمضان هيكون تالتهم، زيزو يمين، تريزيجيه شمال، وهيحط في النص جراديشار. ده توقعي لتشكيل الاهلي بكره. في النهايه هي لا تشكيل ولا اسماء، احنا شفنا السنه دي الوضع عامل ازاي. احنا محتاجين بكره رجاله، لازم بكره تبقى راجل، لازم بكره تبقى على قد المسؤوليه، لازم بكره الاقيك بتفايت وبتقاتل على كل كوره. يا حبيبي كفايه طرمخه بقى، محدش هيسيبك لو عملت اي حاجة تانية غير ان انت شافوك بتلعب بروح ورجولة وبتجري وبتتحرك وبتكسب عشان تطلع النهائي. وساعة النهائي هيكون لينا كلام تاني وقتها، بس اصعد الاول للنهائي. لازم تبني على المباراة اللي فاتت، لازم تبدأ نشوف ان انت ما كسبتش الماتش اللي فات، بس عملت شكل مقبول نوعا ما من خلال ال90 دقيقة عن المباريات اللي قبل كده. لو ما حصلش بناء على المباراة اللي فاتت وشوفنا تطور للفريق، يبقى الماتش ده كان ماتش باي ذا واي كده، يعني بالصدفة. يعني نزل حلم انه هيلعب بالشكل ده وحلم، ورجع التاني ريما لعادتها القديمة. فلازم اشوف ان انت بتعلى معايا، لازم اشوفك بتطلع معايا. لو ما حصلش ده بكرة، يبقى انت بتودي نفسك في سكة كويسة، سكة وحشة جدا مع الجمهور. لازم بكرة تبقى فاهم ومتأكد ان جمهور الاهلي لما بيخش بطولة ما بيدورش على حاجة غيرها. عندك بكرة روح البطل، روح البطولة. عندك بكرة شخصية البطل في النادي الأهلي موجودة، جمهور هيبقى مليان وقريب منك. محدش هيقبل أبدا بأي حاجة تانية غير أن أشوفك بتلعب بروح ورجولة. دي على إمكانياتكم الفنية لو موجودة تقدروا تكسبوا أي فريق. عشان كده أنا متفائل. بشكركم جدا. لو عجبتك الحلقة لايك وسبسكرايب، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة قريبا إن شاء الله.